بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسالة سلام. اليوم سنتناول رسالة نوعية خاصة تتعلق بغير البشر، ألا وهم الجن. الجن خلق خلقهم الله سبحانه وتعالى من نار قبل خلق البشرية الإنسانية، فأوجدهم الله تبارك وتعالى في الأرض، ثم خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. الجن آتاهم الله سبحانه وتعالى قدرات ما لم تكن لبني آدم، ومن ذلك أنهم يتشكلون بأشكال مختلفة ولا يرون على حقيقتهم من قبل البشر، فالله سبحانه وتعالى قد أخفاهم عنا. قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الجن خلق خلقهم الله تبارك وتعالى لعبادته سبحانه وتعالى، ولذلك بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعث للثقلين الجن والإنس. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهؤلاء الخلق لهم الحق في الجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستفادة من الوحي والعمل بما أنزل وعبادة الله تبارك وتعالى بذلك. فمن هنا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا عليهم، ورسالته هي كافة، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالعالمين هم الجن والإنس. ولا شك أن الجن أكثر عددا من الإنس، وأنهم كما قلنا يتشكلون بأشكال كثيرة. نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم صرف إليه ربنا عز وجل نفرا من هؤلاء الجن من أجل أن يستمعوا القرآن، وهو يصلي عليه الصلاة والسلام حضر قراءة الصلاة هؤلاء الجن فسمعوا. حكى الله عز وجل عنهم في سورة الجن فقال: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هكذا كان موقف هؤلاء الجن الذين يسمون من جبن نصيبين، قد حضروا هذا المجلس المبارك أو قد حضروا هذه التلاوة العطرة، وكان هذا يعني جوابهم وكلامهم إلى كلام ربهم تبارك وتعالى. والجن بطبيعة الحال مشاهدي الأكارم هم ينقسمون إلى الأقسام التي ينقسم إليها الإنسان، فمنهم الصالحون ومنهم دون ذلك كانوا طرائق قددا، ومنهم القاسطون ومنهم المسلمون ومنهم القاسطون.
يعني في منهم الصالحين المؤمنين، وفي منهم غير الصالحين، وفي منهم الكفرة والمردة. حتى الشياطين منهم ينقسمون إلى أقسام، منهم الشياطين العاديين أصحاب القدرات الضعيفة، ومنهم المردة كما جاء ذكرهم في سورة الصافات، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض ورب المشارق إنا زينا السماء بدينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد فذكر وصفهم ها هنا. فهؤلاء المردة هم قسم من الجن، والشيطان لا شك أنه من الجن. وبالتالي بهذه الأقسام هم يعيشون. فالمعتدون منهم هم الذين يؤذون المسلمين، وهم الذين ربما يعني وصل أذيتهم إلى قتل المسلمين وإلى قتل البشر. فالسحر وأشكاله والعين أشكالها بأنواعها تكون من هؤلاء الأرواح الخبيثة، هم الذين ينقلون هذه الأمراض من خلال ما يتعلق مما خلقه الله سبحانه وتعالى. فحينما يقول الله عز وجل في المس كالذي يتخبطه الشيطان من المس، فالإنسان والعياذ بالله إذا حصل له مس فإنه يتخبط، والتخبط هنا معناه التشرذم وأشبه ما يكون بالسكار، وهذا يحصل لمن كان ذكره لله عز وجل قليل، فيقع منه هذا الأمر أو يبتلى بهذه البلية، نسأل الله العافية والسلامة. هذا يكون من الجن. كذلك ربنا تبارك وتعالى ذكر عن أعمالهم السيئة أيضا أنهم سبب في تلبس الإنسان بالسحر أو خضوعه للسحر. فقال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الآيات في هذا المعنى. فالسحر والسحرة لا يمكن أن يقوموا بالتأثير في البشرية إلا من خلال التعاون مع الجن والشياطين والعياذ بالله. ورغم يعني ما آتاهم الله عز وجل من هذه الإمكانات إلا أن جهدهم وكيدهم ضعيف. وقد آتى الله سبحانه وتعالى المسلمين والمؤمنين بالله عز وجل أسلحة تدافع عنهم وتنجيهم من كيد الشياطين وكيد السحرة. وكذلك أيضا العين، والعين أيضا حينما تخرج من الإنسان للإنسان آخر الذي يحملها في الحقيقة هو الجن، هو الشيطان الذي ينقل هذه العين الخبيثة باتجاه الآخر ويتضرر بها، فإنه تكون بأمر الله سبحانه وتعالى وينقلها الجن. ولذلك الحماية من هؤلاء الجن تكون بذكر الله تبارك وتعالى. هكذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك شرع لنا إذا دخلنا مواقعهم وهي مواقع الحشوش، مواقع دورات المياه والحمامات عزكم الله، فشرع لنا أن نقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وتقدم يدك اليسرى قدمك اليسرى. فهنا بهذا الدعاء أنت تكون قد حميت نفسك من هؤلاء الجن. وأيضا
يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا خرج الإنسان في الخلاء أو حتى لو دخل دورات المياه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن أن يقول الإنسان بسم الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما يخلع الإنسان ملابسه من أجل أن يقضي حاجته ينبغي عليه أن يقول بسم الله، فإذا قال هذا الذكر فإن الجن والشياطين لا يؤذونه ولا يرون إلى عورته. هذه الأسلحة الفتاكة وهذا الحصن العظيم الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا أن الإنسان يعمل به ويحاول قدر المستطاع أن يحمي نفسه وأولاده وعائلته من ذلك. كذلك حينما يأتي الإنسان ويدخل بيته فقد شرع له أن يسلم على أهله، وإلا فسيدخل معه الشيطان. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه إذا أراد أن يدخل بيته أن يقول: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله. فإذا سلم على أهله حلت عليه البركة. وأما إذا دخل ولم يذكر الله سبحانه وتعالى فإن الشيطان يفرح ويقول: أدركنا المبيت. ثم أيضا شرع لنا في الطعام والشراب مشاهدي الأكارم أن نقول بسم الله وأن نأكل بأيماننا. فإذا قلنا بسم الله حرمنا الشيطان من أن يأكل معنا، وأيضا يعني ينجينا الله عز وجل من الشيطان بحيث أنه لا يقرب طعامنا. فإذا قرب للرجل طعامه فأكل ولم يقل بسم الله قال الشيطان: أدركنا المبيت والعشاء، أدركنا المبيت والعشاء. وهكذا أيضا يبقى الشيطان قرين الإنسان حتى أيضا يشاركه حتى في بيته وعلى فراش أهله، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فبالتالي مشاهدي الأكارم حتى في الفراش يشارك الشيطان الإنسان في زوجته، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا ذكر الله حمى نفسه من هذا الشيطان. ولذلك شرع لنا أن نقول إذا أراد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا الحديث الله أعلم هو في إحدى الصحيحين، وهو حديث عظيم أيضا يقيك ويقي أهلك وولدك من كيد الشيطان. هكذا شرع لنا في كل شيء، في الدخول والخروج وحتى الفراش حينما تنام. قد شرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن ننفض الفراش 3 مرات. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد أحدكم أن ينام فلينفض فراشه 3 مرات ويقول بسم الله بسم الله بسم الله. هذه الأمور مشاهدي الأكارم، هذه الشرائع التي شرعها لنا النبي عليه الصلاة والسلام غاية في الأهمية، تنجينا من كيد الجن. وهكذا يكون الإنسان يحذر من الجن. هذه مقدمة تبين لنا خطورة هؤلاء وسهولة أيضا التحرز منهم، فكما قال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هؤلاء الجن هم أيضا مكلفون كما ذكرنا في بداية الحلقة بأن يعبدوا الله تبارك وتعالى، وأن نبيهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ففي ذات ليلة كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه ثم فقدوه وأصبحوا يبحثون عنه في كل مكان حتى تعبوا وجن عليهم الليل، فباتوا تلك ليلة شر ليلة بات بها قوم. فلما أصبحوا جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فهروا إليه وقالوا له:
قد بحثنا عنك يا رسول الله. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أتاني آتاني داعي الجن فذهبت معه قرأت عليه القرآن. قال: فانطلق بنا وسألوا، قال: لكم ذكر اسم الله عليه أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف، وكل بعرة علف لدوابكم. نعم، هكذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الجن وعلمهم القرآن وبين لهم رسالته وأنه مبعوث ليعبد الله عز وجل وحده دون ما سواه، فبالتالي جلسوا معه واستمعوا إليه. وللحديث أيضا بقية. مشاهدي الأكارم، فاصل ثم نعود إليكم. الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم مشاهدي الأكارم. هكذا كان لقاء النبي صلى الله عليه وسلم مع الجن، حيث قرأ عليهم القرآن ووضح لهم، وكان يثني على حسن استماعهم للقرآن. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. نعم، هذا الحديث أخرجه الترمذي وحسنه الإمام الألباني. هكذا كان الجن يستمعون القرآن بنهم وشغف، وكانوا خاشعين ذليلين لله تبارك وتعالى، حتى نالوا ثناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم، وكانوا يقولون لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. بهذه الدعوات سبقوا الإنس وكانوا خير منهم، كما وجه بذلك نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يهتم بطعام مؤمني الجن. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: أبغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتيني بعظم ولا بروثة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه، ثم انصرفت، حتى إذا فرغ مشيت فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه آتاني وفد نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إذن العظم والروثة من طعام إخواننا الجن، فعلينا أن لا نمسهما بسوء، لأن الله عز وجل يجعل فيهما طعاما أوفر ما يكون العظم أوفر ما يكون لحما، والروثة تكون طعاما لدوابهم، كما فصل بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مشاهدي الأكارم، أنتم تلاحظون الآن من خلال هذه الأحاديث حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الخلق العجيب الذي خلقه الله عز وجل من نار، كما هو معروف من خلق الجن أن الله سبحانه وتعالى خلقهم من نار، وأنهم يتشكلون
كما ذكرنا ذلك في بداية الحلقة. الشاهد من هذه الأحاديث حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجن ووصايته لهم بطعامهم وشرابهم وأن لا يمسوا بسوء. كذلك من وصاياه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. هذا أيضا توجيه نبوي كريم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. هنا أيضا وصاية النبي صلى الله عليه وسلم بجن المدينة خاصة وجميع الجن في أنحاء العالم عامة، أن مسلمي الجن إذا حصل منهم أذية أو حصل منهم ما لا ينبغي يشرع للإنسان أن يحرج عليهم 3 أيام، أن يحرج عليهم 3 أيام، فيقول: أسألكم بالله عز وجل أن تغادروا هذا المكان، أسألكم بالله عز وجل أن تكفوا شركم عنا، فيسألهم 3 أيام. وهناك من يقول يسألهم 3 مرات، يحرج عليهم بمعنى أنك ستكون في حرج مني إذا لم تغادر المكان أو لم تكف شرك عنا. هكذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في هذا الحديث. وكثير من القراء والرقاة يستخدمون هذه الطريقة بناء على هذا الحديث، فإذا أتوا على بيت فيه جن أو على مصاب بجن فإنه يحرج عليه 3 مرات، فيقول له: أسألك بالله الذي لا إله غيره أن تخرج من هذا المصاب، أو أسألك بالله الذي لا إله غيره أن تخرج من هذه الدار، وهكذا يقول له: أنت في حرج مني، فيشد عليه لمدة 3 أيام، فإذا خرج فبها، وإذا لم يخرج فإنه يجوز قتله. ما معنى قتله؟ قد يتشكل هذا الجن بثعبان أو بعقرب، يخرج تارة ويختفي أخرى، أو قد يتشكل بكلب أسود، فحينها بعد 3 أيام يجوز للإنسان أن يدافع عن نفسه فيقتله، فإنه شيطان حلال الدم، إنه شيطان حلال الدم إن صح التعبير. وأيضا ينبغي للإنسان خصوصا النساء في بيوتهن أن يحذرن من كيد الشياطين، فيكن دائما على ذكر الله تبارك وتعالى، وخاصة حينما تسكب المرأة ماء حارا على البلاعة عزكم الله، أو على المحراض، أو على مثلا مكان غسل المواعين. هذه الأمكنة حين سكب الماء الحار فيها يجب على المرأة أو على الإنسان أن يقول بسم الله، فإن ذكر الله تبارك وتعالى ينبه الجن فيجعله يفر من المكان. أما أن تفجئينه بسكب الماء الحار فإن ذلك قد يؤدي ربما إلى وفاته وموته، وهذا يسبب لك مشكلة كبيرة من عائلته وقبيلته، فربما يأتون ويؤذونك. وهذا هو كثير من البيوت يحصل مثلا تلبس الجن بالمرأة بسبب هذا الأمر، إما أنها سكبت ماء حارا أو رمت شيئا ثقيلا ولم تسمي الله، أو دخلت دورات المياه فكشفت عن عورتها واحتحممت قبل أن تذكر اسم الله عز وجل، وقد تكون حسناء جميلة، وبهذا يتلبسها الشيطان لبعدها عن ذكر الله تبارك وتعالى. فالحذر مشاهدي الأكارم.
وذات مرة جاء الشيطان النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عجيبة ذكرها لنا هو نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، يعني قام في صلاة، فأثناء الصلاة قال: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بنعلة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله من قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك 3 مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر 3 مرات، ثم أردت أن آخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثوقا يلعب به ولدان أهل المدينة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وهو يبين خطورة هذا الشيطان الخبيث الذي أراد أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف كيف يتخلص منه. وبالمناسبة القرين الذي مع كل إنسان قرين النبي صلى الله عليه وسلم من الجن قد أسلم ودخل في الإسلام، وهذا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى تفسير العلماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد هداني الله عز وجل فأسلم منه، أو فأسلم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الشيطان يأتي للإنسان في الصلاة كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام هنا بشهاب من نار، يريد أن يخوف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عمل بالمشروع، وهو أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى. وهذا هو الحل الأمثل للشيطان، أنك لا تستطيع أن تنال منه، ولا أن تقترب منه، ولا أن تمد يديك عليه، إلا أن تذكر اسم الله تبارك وتعالى، فتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك. وأيضا يجوز لعن الشيطان ولا يجوز سبه، يجوز لعنه ولا يجوز سبه، لأن إذا سب الشيطان فإنه يتعاظم ويتكبر، أما إذا ذكر اسم الله عز وجل عليه واستعاذ الإنسان بالله تبارك وتعالى فإن الشيطان يصغر ويحقر ويكون حقيرا، كما جاء ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشيطان يوسوس للإنسان في الصلاة، وقد شرع لنا حين الوسوسة أن نستعيذ بالله 3 مرات، ونتفل عن يسارنا هكذا نفخا خفيفا على اليسار، هكذا شرع لنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونواصل في صلاتنا. وهذا بلا شك أنه يكون طاردا للشيطان. وكذلك هناك أيضا أساليب أخرى لطرد الشيطان كالأذان، فإن الشيطان يفر وله ضراط إذا سمع الأذان، فإذا قضى الأذان عاد يوسوس للإنسان في صلاته فهكذا يكون الإنسان في حذر من الشيطان في كل الأحوال. ولذلك شرع لنا حينما أن ندخل المساجد نقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. الشيطان جعله الله عز وجل
كما قلنا كيده في وسواس، لم يجعل له أي شيء آخر، فقط يوسوس للإنسان في صدره. ولذلك قال الله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فهذه أغلى أو أعلى أقصى ما لديه الشيطان، وهو أن يوسوس الإنسان في صدره. ولذلك حينما يخطب الشيطان في جهنم مع أوليائه عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، يقول الشيطان: إنما دعوتكم فاستجبتم لي. هكذا يخطب الشيطان ويقول: إنما دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هكذا الشيطان يتبرأ من الإنسان لأنه دعاه والإنسان استجاب. فالشيطان بحمد الله مشاهدي الأكارم كيده ضعيف، لا يتجاوز أبدا مسألة الدعوة. ولذلك قال الله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. إذ قال للإنسان اكفر، فقط يقول له اكفر ولا يجبره على ذلك. إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. الحذر من الشيطان. والشيطان أيضا مشاهدي الأكارم من أساليبه أنه يدعو الإنسان إلى الجريمة خطوة بخطوة. ولذلك نهانا ربنا عز وجل بقوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فحينما أنت تقطع عليه حبائل مصيدته فإنك تنجو منه بإذن الله. ولذلك الخبير به وهو الذي خلقه سبحانه وتعالى قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وهذا لا يمكن مشاهدي الأكارم إلا أن تتخذه أنت عدوا. فلما تتخذه عدو لك فإنك ستحذر منه وتستخدم كل الأسلحة التي وجهك ربك إليها. ولذلك قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لا بد أن يتخذ الإنسان الشيطان عدوا ولا يسترسل معه. وإذا ما وقع الإنسان في خطيئة بنزغ من الشيطان فعليه أن يعود إلى الله تبارك وتعالى فورا. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. الآية الكريمة. إذن الشيطان قد يؤثر على الإنسان بمحاولات ثم محاولات ثم محاولات، فيقع الإنسان في حبائل الشيطان. فإذا وقع فالحل ما هو؟ أن يتذكر فيرجع إلى الله تبارك وتعالى. فحال الإنسان مع الشيطان هو العودة والتوبة فورا. ولذلك يبكي الشيطان حينما يرى الإنسان قد تاب وعاد إلى ربه. وهذه ميزة عظيمة للبشرية من رحمة الله عز وجل، أن الإنسان إذا أخطأ فتاب واستغفر قبل الله توبته وغفر له كأن لم يكن. ويجتهد الشيطان في إضلال بني آدم وإغوائهم كل الاجتهاد، كما وعد وتوعد وقال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هكذا توعد الشيطان الإنسان ليضله من كل الجهات، ويقع الإنسان فيشرب الخمر ويقترف الزنا، نسأل الله السلامة والعافية، ويفعل الفواحش والمنكرات، ثم يستغفر ويتوب ويبكي وينوب، فيبدل الله السيئات الحسنات، ويخسر الشيطان.
رأيتم كيف؟ ويخسر الشيطان، فيبكي الشيطان كما ورد ذلك في بعض الآثار مشاهدينا الأكارم، يبكي الشيطان، يبكي فعلا لأنه خسر. وهكذا يجتهد الشيطان وبالمناسبة أجد ما يجتهد عليه الشيطان، هل تعلمون ما هو؟ هل تعلمون؟ إنه ليس مجرد شرب الخمر ولا وقع في الزنا ولا في الشبهات، وإنما في التفريق بين الزوجين. تدمير الأسرة هو تدمير الإسلام والمسلمين. إذا دمرت الأسرة وفرق الشيطان بين الزوجين فإنه يكون هو الفائز. ولذلك رئيس الشياطين وعرشه تعلمون أنه في البحر، ويقال أن عرش الشيطان في مثلث برمودا، هذا المثلث العجيب الذي تختفي منه الطائرات، أو تختفي فيه الطائرات إذا مرت تختفي، أو تخرج من مثلث برمودا إلى يومك هذا في هذا السر. يقولون بعض العلماء أن عرش الشيطان في هذا المكان، ولا شك هناك نصوص تدل على أن عرش الشيطان في البحر، ولكن أي بحر وأي مكان هذا مثلث برمودا غالب ما يكون، والعلم عند الله عز وجل أن في هذا المكان يجمع الشيطان أولياءه ويجمع كل الشياطين ويجتمع بهم في جلسات مستمرة ويسأل أنت ماذا فعلت، وأنت ماذا فعلت، وأنت ماذا فعلت. فالذي قال كنت وراءه حتى شرب الخمر يقول له لا شيء، ويقول ذلك كنت وراءه حتى فعل الزنا يقول له لا شيء، ويقول الثالث أنت ماذا فعل، يقول كنت وراءه حتى هدم بيته فيقول له أنت فيقربه إلى مجلسه. رأيتم ما السر في ذلك مشاهدي الأكارم؟ لماذا الشيطان يفرح بهدم الأسر؟ لأنه إذا هدمت الأسرة فإذا هدم الشيطان والعياذ بالله الأسرة فإنه يكون قد هدم الرجل وهدم المرأة وشتت الأولاد، وبذلك تكون هذه الأسرة قد تفككت. فإذا فكك الأسر بهذه الطريقة تصبح والعياذ بالله البشرية لا فائدة منها، كما هو حاصل اليوم في الغرب. الغرب اليوم يعانون من تفكك أسري كبير، ليس بينهم أنساب للأسف، سبحان الله، ليس بينهم أنساب، لا يعرفون من آبائهم ولا من أمهاتهم. وخصوصا اليوم لما جاء الفحص الDNN ما يسمونه بالDNN، أصبح الرجل لا يعرف أين أمه، وما كانت أمه ليست بأمه، وما كان أخوه ليس بأخيه، فهكذا تشتتوا وأصبحت البشرية والعياذ بالله أنها إلا من رحم الله. طبعا لا أنساب لها ولا لهم إخوة ولا لهم أخوات، وكل الأنساب اختلطت بعضها ببعض لكونهم لم يبنوا الأسر، لأنهم اجتهدوا في مؤتمراتهم وفي اجتماعاتهم لهدم الأسرة، وجعلوا هناك قوانين وسبل لهدم هذه الأسرة، بحيث لا يكون هناك أي قيم تبني هذه الأسر. نعم، هذا موجود اليوم في الغرب. مشاهدي الأكارم، من هنا يتبين لنا الحذر الشديد من خطوات الشيطان، وأنه خاصة فيما يتعلق ببناء الأسر وتربيتها وتوجيهها يجب علينا أن نحذر أشد الحذر من كيد الشيطان. والشيطان مشاهدي الأكارم يأتي على العلماء ويأتي على العباد ويأتي على الصالحين ويأتي على كل البشرية بأساليب مختلفة. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد 10 درجات يأتي بها الشيطان. يقول: أول ما يدعو الشيطان إلى الكفر، فإن نجى الله عز وجل منه فإنه يدعو إلى البدعة. انظروا يا مشاهدي الأكارم، الشيطان يدعو إلى البدعة في الدرجة الثانية، فإن نجاه الله عز وجل منها فيدعو إلى الكبيرة. فإذا نجى الله عز وجل منها الإنسان من الكبائر، إذا نجا من الكبائر يدعوه إلى الصغائر، فإذا نجاه الله عز وجل من الصغائر يدعوه إلى الإكثار من المباحات. انظروا، يدعوه إلى الإكثار من المباحات.
فإذا نجاه الله عز وجل من هذا وأصبح لا يكثر من المباحات، يسلط عليه أولياءه من الشياطين، من شياطين الإنس. فلذلك يسلط عليه ظالما، يسلط عليه حاكما، يسلط عليه أمرا ما فيسلط عليه. وهكذا رتبها ابن القيم رحمه الله ترتيبا، حتى في كتاب الفوائد ب10 درجات كما ذكرت لكم في بداية الكلمة. إذن هذه خطوات الشيطان، يدعو الإنسان إلى الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. والكفر يعني بأنواعه مشاهدي الأكارم، يبدأ بالشرك بالله تبارك وتعالى. وأنتم لا يخفى على شريف علمكم أن الشيطان أوقع بني آدم في الشرك بعد 10 قرون في زمن نوح عليه السلام بطريقة خبيثة، وهو أن جعل تماثيل للصالحين الذين كانوا من قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء ال5 كانوا يعني من الصالحين، يذكرون الناس بالخير وهم يعملون وسبقون إلى الخير. فلما ماتوا قال الشيطان: ما رأيكم لو صنعنا أصناما في أماكنهم كلما رأيناهم تذكرنا أقوالهم؟ فأجابوه لهذه الخطة الخبيثة، فإنه لم يكن يريد هذا الجيل، فإنه كان يريد الجيل الذي بعده. وهذا التخطيط الاستراتيجي للشيطان، فإنه يخطط لسنوات بعيدة أجيال بعيدة، ونحن مع الأسف لا نخطط لأبنائنا وأبناء بناتنا. فمثلا الذي يهاجر إلى أوروبا ينظر فقط للمرحلة التي هو فيها من ضيق العيش وشظف الحياة، وينظر فقط إلى مسألة أنه اليوم هو في بلدان إسلامية قد ضغطوا عليه، فيريد أن ينجو بأبنائه الذين هم معه. فإذا ذهب أول من يخسر أسرته، وتنقلب عليه زوجته، نسأل الله العافية والسلامة. ثم ينسى أن هؤلاء أولاده أبناؤه سيعيشون في هذا البلد، وربما بعضهم يكفر ويلحد والعياذ بالله، وربما أيضا بعضهم وإن بقى لكن أحفاده وأحفاد أحفاده يبقون في بلاد الكفار، ربما والعياذ بالله يكفرون، فيقولون جدنا الثالث أو الرابع كان مسلما قد هاجر من بلاد كذا وكذا. هكذا، نعم، هكذا يحصل والعياذ بالله. فتكون أنت سببا في كفر أحفادك، أنت سببا في إضلالهم، ويسجل هذا في ظهرك يوم القيامة. هذه أسباب ذهاب إلى بلاد الكفار دون أن يكون هناك أي مخطط. نعم، أن تذهب لفترة وجيزة حتى يقوي الله عز وجل ظهرك، لا شك، لا بأس، اذهب وتقوى، ثم ارجع إلى بلاد إسلامية حتى يعيش أبناؤك وأحفادك ببلدان إسلامية يشهدون أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ومهما وقعوا في المنكرات والموبقات يبقى الإسلام موجودا، تبقى شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله تدافع عنهم في حياتهم وأيضا وبعد مماتهم. أما أن ينسلخوا والعياذ بالله ويدخلون في الإلحاد وفي الفجور وفي الكفر، مهما كنت حريصا عليهم فإن البيئة الأكثرية تؤثر عليهم، بل حتى وتؤثر عليك وعلى زوجك. هذا التخطيط الاستراتيجي للشيطان أوقع بني آدم في الشرك بالله عز وجل. فلما انتهى جيل الصالحين ولد غيرهم، وكان إيمانهم ضعيف وتعلق بالله ضعيف، فقال لهم الشيطان: إن آباءكم كانوا يعبدون هؤلاء، اعبدوهم حتى يقربونكم إلى الله زلفى. فوقع الشرك، فبعث الله عز وجل رسله من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا مشاهدي الأكارم تنتهي حلقة هذا اليوم، ورأينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب دعوة الجن ويعلمهم القرآن ويوجههم ويرشدهم ويثني عليهم ويحذر من أذيتهم، ويبين كيف نتخلص من شر أعدائهم ومن شر أيضا شرارهم، كيف نتخلص منهم. كل ذلك كان في هذه الحلقة. أسأل الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا وإياكم أن يتخبطنا الشيطان أو أن نفتن به خصوصا
عند الممات، فإن في فترة الممات يأتي الشيطان والعياذ بالله ويوسوس للإنسان حتى يخرجه عن جادة الحق. فلذلك قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا منكم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الكافرين ويفعل الله ما يشاء. اللهم أعذنا من كيد الشيطان وشركه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين من الجن، ولإخواننا المسلمين والمسلمات في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والله تبارك وتعالى أحكم وأعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.